أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقرن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تجي سبث مزوروث سبثي السناث تجد الفرصة باش نسليو ولا ربي سلا يثم زواروث لما لا يثم قاروث أي غار خاطر الحمد لله حضر التراويح ديال الجوامع الخير الرباح، وربما لن يمذنان سيما يفوك رمضان سيني القرآن بقى على خير القبل إن شاء الله. لذلك نختار الموضوع بسا السبثقي سنثقي على الأقل. ودائما ذي التمهيد دينية مثلا القرآن الكريم هو كتاب الله العزيز، يسعى الجلال يسعى الجمال، يسعى الهبة يسعى الحرمة، يسعى الجمال. الجمال ذي الأحكام ينسل، الجمال ذي المعاني ينسل، الجمال ذي الألفاظ ينسل، يعني في المباني وفي المعاني. القرآن الكريم معجزة الله الخالدة. أما كنت زران ربي سبحانه كل رسول يؤيده بمعجزة، استخدم القوة سيفك المعجزة من المعجزات. سيدنا موسى ثاعكوس سيدنا موسى كل يوم شو سيفك الأنبياء والرسل، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يفكاس المعجزة ما كانت تحصل مرة، يسمى المعجزة الخالدة اترنال. معجزة سكواس مدين نزل في النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة 23 سنة ينزل فلاس شوية شوية ألم يفوك أكريقم ذي المعجزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألا مثل يردوني ذي المعجزة الخالدة. المدرسة الأرقمية، مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم ذنساث إذا المحض نمزوارو إيوا ربي سبحانه عز وجل يشرفيط ربي سبحانه باش يديروا خميس ذا خمام زوارو عند الصحابة التمليلين كذا النبي عليه الصلاة والسلام القرن القرآن الكريم إلى آخره. دائما ذي المقدمة ديني القرآن الكريم هو العروة الوثقى التي لا تتقطع. أكوين الشركين مذانا يكوي زوراني غي شركين، أما تاجمات يذمم، أما يربس ذميس الأبوة، أما الأمومة يريمس يليسنا والراويس، أما ذي العمومة يربنادم ذا عميس الخؤولة يكوي زوراني مرارني غي شركين ذي الدونيث. ولاش أن راري جهدا ونيت زمارة راه ينفع ذينا ذي الدنيا ولا ذي الآخر أم القرآن الكريم. كذلك يتمثل القرآن الكريم دائما ذي المقدمة يرسم غيد المنهاج. القرآن الكريم هو منهاج حياة ذنسا إدن جرن أفريد السلاك أو نثي ذفعا الثاني يذبع أفريد أرثي السوضنا ربي سبحانه فائز ناجح. طريق النجاة طريق الخلاص ذا فريد إد ينجر القرآن الكريم. يعني وين يفغان أذي ذبع أفريد نقارن زيك يمغارن أكيوي ربي ذكو فريد من السلامة أرثكين داما أذي ذبع أفريد إد ينجر القرآن الكريم. ذي خاتمة المقدمة التمهيد ديني باولنا في عثمان بن عفان إند والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. إنيك والله لو كان ذي زدين ولو ننغ مروان سقوا ولا ربي سبحانه عز وجل أي غردني غاولاقي أي ثمثن لن يمذانا ما يسلغي القرآن الكريم يقفر يتقف وري الزميرارة هذه سلطاس القرآن الكريم يوث الأسيس يحبس غلقيت فدلاس. أما التلفزيون أما الإذاعة أما ذوال يعني المعنى سيثمثنا الطن ذم قرآن أم كل يون أذي ولي إيمانيس ما إلا أولي سيتصدق سوى القرآن الكريم بلاك يتسفي من سوى الوايض. خاطر قرن العلماء نند إذا ضاق الصدر بأمر إذا انشرح الصدر بأمر ضاق بضده. التفضيون ما يسليسي ثاغشت الغنى يتخشع يحزن يفرح على حسب الأغنية ني الحاصل ذاين كان يزهوليس
مياك نسترض القرآن الكريم ولا كون الأصوات يلهان ونسعى الأصوات اش كيثنت أما غي ثمورثنا ما براي ثمورثنا تسلمي والمقارن الشيخ المرحوم الفلسي عفو ربي عبد الباسط عبد الصمد شيخ القراء محمود خليل الحصري الشيخ المنشاوي يعني الشيخ السديس وقيل الإمام الحرم المدني المكي إمام الحرم المكي المشايخ الذين صلاح البدير وغيرهم أما يثمورثنا الله يبارك نسعى الشيوخ ماذي مغارنا ماذي المزين وقاذي قرن القرآن الخير ربح التفضل ولاش الصوت يعجبن مي الصوت ويضا يعجب أكثر يتخشع ثقيث مثل مع ليس مثلا قيلا قال ذوي مانيس تجي من ذي المقدمة ثورة نكشم ذي التفاصيل. أولا فضل قراءة أو تعلم القرآن وتعليمه. ذا شو ذا الفضل إقساء وين يقارن القرآن نغويني في الصغرين أثي يحفظ يمانيس نغثي الصحفظ نغثي السلمذ أثي الصغر إيويا. الأحاديث تصيق لنا داو حوالي 16 حديث بسرعة. الحديث مزوارو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث صحيح رواه الأئمة البخاري مسلم الترمذي وابن ماجه وغيرهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام المخير ذيون المخير أثر البرامج يخدم النبي عليه الصلاة والسلام المخير ذيون وين يغران القرآن يصغريث يغراث إيمانيس يصغريث وياض وثي جارة كان الغرس. هذا المعنى الحديث بشكل مجمل بلا ماكش هذه التفاصيل. الحديث والسين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. أو نرد يغرن يون الحرف ذو القرآن الكريم يون الحرف يسعى يفكاس ربي الحسنة والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة نيس القدران سيدي ربي الفضليس يضعفيت يعني يفكاس الفركة يسنرنات تغرد 10. لا أقول ألم حرف وذكر ألم في أوائل السورة مثلا سورة البقرة وغيرها ألف لام ميم انت ذاك ألم وذكر ألم قذيون الحرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ما دير مقدمة سورة البقرة ألف لام ميم هذا ثلاثة الحروف يديفن الله يبارك. الألف ذا الحرف واللام ذا الحرف والميم ذا الحرف كل حرف الحسنة كل حسنة ربي يسنرنا ذيكس يخدم بيس البركة وغاد 10 باش نزر الاستثمار واقي مشروع استثماري كبير. الغاشا كتقلب لي بروجي دانفستيسمون ياك تقلب هناك لو كاسين ضليو المشروع دي كندا نغ في فرنسا نغندا معليش ذي الحلالة في عين ربي ولكن واقي المشروع قي لا خرث وريح وجارة الصفر نغلا اثاف ذم قران شو كان الاثاف بعد ما ديال ربح المشروع ذم قران. وقي الحديث ايضا حسن صحيح رواه الامام الترمذي. حديث 3 عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يفكد تشبيه التمثيل الناس هنا يقرأ القرآن المؤمن يقرأ القرآن مثل الأطرجة ثقيل يوثن التجرة يسعن الثمرة يلهان فنينث يسعن الريحة يلهان الريحة يستلها كذلك ذا الثمرة ينس نغلغ ينستلها فنينث ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن إذا ما تفضي ذي المؤمن ولكن يقرأ القرآن ذي المؤمن ولكن يغفل ويقرأ القرآن ينسوى كمثل التمرة يعني أمواقا نسمر أحفوف نسمر إنك لا ريحة لها ورسالة تسمر رسالة الريحة ولكن طعمها حلو ولكن نسى فنين. رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما. حديث 4 عن عائشة قالت رضي الله عنها في يناد النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر وينك نحفظنا ولا ربي أما من يتسزل في يلسيس أما من
ماهر بالقرآن، حفظ جيد. واقي يسفرحيث النبي صلى الله عليه وسلم إن كذي يوم القيامة أكد السفارة عن الملائكة يتسافرني الأنبياء أكد ربي سبحانه البررة الكرام البررة، معناه عن صفة البر الطاعة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني وهو عليه شاق له أجران. وين كاين يقرأ القرآن ولكن ماشي الزايف يلسيس يعني يحفظ راه مليح ولكن يجتهد، الآية تروح السيعيوذ الآية تروح السيعيوذ يعني ما كان يتساعد سي في سالة ثاب وهو يقرأ القرآن الكريم ذاكينا كيسعى سين لوجور لاجر مزوارو إمي يقرأ ولا ربي لاجر ويسين إمي يتساعد سي في سالة ثاب الزيادة وريف غارة أسروح القرآن ني وريف غارة ثيتسو يعني الفذا يجتهد باش أثيغر وثيحفظ. وفي رواية أخرى والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران، يعني ما كن يتساعد سيف أكثر باش يسيت صروحها ما يرثوها سيف ثلاثة هي الآية يجتهد يتساعد سيف أكثر باش أتيدي مشتي. ذا الحديث هذه الصحة يسوف الإمام البخاري مسلم أبو داود وغيرهم. حديث ويث 5 عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله إنيس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيني وصي أمشي وصى إنيس عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. أقضى ربي إذن سثي ذقر الخوف الربي زرم زيك قارني والمثل القبائل إنيك قواد ودون نتساقوى ربي خطروني تساقوى ربي ولا ما يظلميك ولا ما يتشال حقيش مستني ضاقوى ربي اتقي الله هذه مشتية ديوغال إما إلا تحصلض ذي العبذور نتساقوى ربي هات سنثروين. أم بعدين زيدني أرنويد أشو سينا أين يعني الموضوع بس إن يسعى عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض. أغر القرآن الكريم ذي النور كيف كربي ذي النور ذي القاعة ذي الدنيف وذخر لك في السماء أتفضاوين ذي جنوان رسي ذي ربي كتراجو ذي الآخر. رواه الإمام ابن حبان. حديث 6 عن أبي هريرة إن دين النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية إزمركيني ينكر قال القرآن كور غريغارا ورغريغارا أفك الطامزوخ سيد الأجر ماشي كلمة غريض. من استمع إلى آية وين ريس لنا يسم حسن يوث الآية من كتاب الله كتبت له حسنة أشتكت ربي الحسنة مضاعفة يعني من 3 سنين ربي سبحانه هذا يخدم بس البركة. ومن تلاها ونسيدي غرا كانت له نورا يوم القيامة. الله يشهد بأن يمثل وشي من لكل حفظ القرآن الكريم إمي احترم مجالس القرآن مجالس تلاوة القرآن الكريم احضر مرة قرني مثل القرآن الكريم هذا حضران هذا تسكن طام الزوخ تتفضي يحفظ القرآن الكريم كامل وانت وريك شي مال المدرسة وريك شي مال لكل ولكن ما يسعى النية الإرادة ربي يوفق. الحديث الصحة رواه الإمام أحمد. ثلاث مثلا ربي مدينة الحديث مدينة كانت له نور يوم القيامة ذي النور يوم القيامة. الحديث جوا من تلاها كانت له نور يوم القيامة. أكن من الله نشره طلع من الدنيا نشراهيف وما أدراك الطلام غير تراجو ذي الآخر. أول وين يقرأ القرآن الكريم أثي جعل ربي تفاثين سا أثيف يوم القيامة. حديث 7 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يناد القرآن الشافع المشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. يعني القرآن الكريم يجعل ربي ذا الشفيع أثنى في يوم القيامة ذا الشفيع النار أو نجان القرآن زدثس يعني يقودك هو اللي يقودك أثنى رزدث شنو ذفير هو إمام وأنت تابعه ما تخدمتك كي الجنث إما ونثيرا فيرس أكين كي خاطر القرآن يجات الزمان أكين قارك المذانة تفضيون يتزخو أكين يغرق في كتابين مرة يدشتف العلماء يدشتف المسناول ولكن هو ربي جامي ثغرة ولا يونواس وكما يرث في سيد مثلا أثياوي غير جهنم والعياذ بالله. الحديث 8 عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شو سنان عليه الصلاة والسلام الناس اقرأوا القرآن غرف القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. تأكيد الحديث هكي أمزوارو الحديث هكي والسين رواه الإمام مسلم معنى غرف القرآن الكريم يوم القيامة آتافم ذا شفيعا ون يوم القيامة.
حديث 9 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فين عن رمضان وكل القرآن قال قول رمضان قول القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة نفسين يشفعان سن اللي زافو كاين قرانا الحرف فلانا أمزور ذا رمضان ويسم ذي القرآن ولي ذنتق رمضان ذا مزور وسيني الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه إناس ربي كيثي منان ورث السمان ورث القوث ذو قزال ذو قواس هذا يطلب الشفاعة باش يشفع سيدي ربي ذي العبد النين وتصومن ويقول القرآن ودي ينطق القرآن سيني يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أسيني يا ربي كاين في الجغارة ديالهم ويغص ذكير ذغاب المناسبة قراو السنة العشر الأواخر إلى قنق زي مثلا العشر الأواخر في هذيك سلية القدري يفكاس ربي الفضل من القرآن أما كنت تحسن مرة أكثر من 1000 شهر أكثر من 83 سنة و4 شهور ويك الزمن ديونا دينين كاين الشطرغ قفزغ أذاب ذغ ربي العبادة الصحان 83 سنة وكذا 4 شهور صعب يوعرف بزاف طاس ولكن الزمر بنادم ديال الخير قام قرآن يروج قام قرآن ما وفقت ربي يقفز شوية ذي 10 يمكن نقول خاطر ربي يفريت ليلة القدر راسم يكون قال 27 ماشي كان دي 27 بلكتي 21 ناغ 23 ناغ 25 ناغ 27 ناغ 29 10 نقول قنقفز الى قنشطر نقوم الليل ونتهجدوا لعل ربي سبحانه غادي يوفق غادي يفك الهديه ثم قران ندرك ليله القدر ونسعى الفضل ام قران اسيني يا ربي وتجي غير غير ويغص فشفعني فيه ومن بعد ربي سبحانه عز وجل اذ يقبل الشفاعه نسن فيشفعان 19 عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقال لصاحب القرآن أو إن يطفن يحرز القرآن الكريم يحفظ في الله قارف يوم القيامة ذا سنين الملائكة اقرأ وارقى وفي رواية اقرأ وارتقي اقرأ القرآن يتسالي الشانيك المقاميك الدرجيك أرسيدي ربي ذي الجنة يعني شغل الله صنصور يوم القيامة ذي الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا غير القرآن ما كانت قرض ذي الدنيا فإن منزلك وفي رواية فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أكن قرض القرآن ستزاد درجين كرسيدي ربي ذي الجنة إذا كلا قان فرس ثاغنيت متوثرت النغاية مثلا وخاصة أقوراقية الشهر الفضيل شهر القرآن الكريم شهر رمضان المعظم الحديث صح رواه الإمام الترمذي وأبو داود بن واجه وغيرهم ويس11 عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شو دينا ذا شو سينا النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس إساي مولا سقم ذانا سيد خلقيث قالوا من هم يا رسول الله هل قال ذي مولان ربي سبحانه إن الناس قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ذو قال يشرفثنا ربي سبحانه باش ثنير غرس إن شو قال نو أعطاس مالكين ربي سبحانه قال الحديث صح رواه الإمام النسائي وابن ماجه والحاكم و12 عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح يعني وين أنسارا ذمرنيس شوية القرآن الكريم إن شو قام خامي خلان أم خامي خرفن خطر تسقم ذن ربما يحرصون التفضيل يحفظ آلاف من الأشعار آلاف من الحكم آلاف من أقوال الناس وربما أول ربي يحفظ الذي يثلاين السنة ثلاثة وقيث مثل خلل وخلل كبير وإلا قال ذي نولا والنغ يثمر النغ أم يخامني خرفن إلا قان السيان حفظ القرآن الكريم غسيون ودي فراسي ثم عمرت نغسي الزاوية يجتهد ولو كان يحفظ يثلايا ذكيون واس نغذي سمانا نغذي قواقور الخير أربح ويس13 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وتسرثري خمنون ذي الشوان تم قفرث إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة الشيطان يرقل يفر
يتسروال سكخان أندا قارن سورة البقرة إما تستغرض ناس خمتا كاسيطا ساقلنا لي موين الحمد لله أطاس خامن زدغنتن الشواطن والعياذ بالله خاطر ولا ربي ولا جدي الموسيقى غام الصبح مثل الديث ذاين تزرام سورتو قال يزدغن ديال الباطيمات تزرام تعداك في المحنة في الربعان الصبح في الخمسان الصبح أتصل ذي البوست كاسيط ذي اللغنا ألما تمديث بلا كان ما ضلطنا شقيض ألو رخا ما قاز كما يهود نغير ديك سفرو نغير ديك الخسارة إذا ريس الفساد يون لا يستغرب ولا يتعجب ألو راه يتماثل قنشر القرآن يخام النغس ولا ربي سبحانه عز وجل أم خاصة سورة البقرة ما كسلم الحديث ويس 14 عن أبي موسى الأشعري إن يسن في صلى الله عليه وسلم إنس لقد أوتيت اليوم مزمارا من مزامير آل داود خاطر أبو موسى الأشعري نساسي الصحابة غير قرانا وما يفكر ربي الصوت يلهان بزاف بزاف إنس يفكر ربي المزمار من سيدنا داود حديث كذا غير الصحة يسوفات الإمام البخاري والإمام مسلم ويس 15 عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم باش نظر باللي يجوز يلها يون يتغنى بالقرآن يحسن صوته بالقرآن كما ورد في حديث آخر زينوا أصواتكم بالقرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم يعني يونثي الزين الصوت يلهان اللحن النية كن أين كويس يسي في ربي سبحانه عز وجل يجتهد أدي السفر ذا شو يسن ذا شو يسعى ذا شو الموهبة سيفكا ربي سبحانه ذي الصوت يلهان ذي القرآن الكريم ما يقال القرآن الكريم وكذا الحديث الصحيح يرواه الإمام أبو داود الحديث قالوا 16 عن ابن مسعود قال إن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الناس في صلى الله عليه وسلم تيدي حكان إن اقرأ علي القرآن أغرد في الليل القرآن الكريم ابن مسعود ذغف كيس ربي الصوت أشكي ثلها ما شاء الله ولكن ابن مسعود يستحى نيس أقرأ عليك وعليك أنزل أمشد غير القرآن في الله أتصل صغري في الله ينزل ذا شو السنان في عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن أسمعه من غيري حملة أسلغ روايض غيري هو من بعد نسيح كادي بالمساعدين فيها قرأ سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم المي وضع الذي خلقكم من نفس واحدة المي بضغ اللاية 41 ثيس 41 ذغيني السنة في عليه الصلاة والسلام حسبك يعني توقف احبس من بعد نسيح كاد إنك ولا سذميس فإذا عيناه تذرفان اسمي ولا سقاذهم سوذ من في صلى الله عليه وسلم إنك ولا غنيسة تسزلنت ذي مطاون الحديث الصحة أخرجه الإمام البخاري ومسلم بالمناسبة ذا شو الآية عجيبة سمكتاد النبي صلى الله عليه وسلم سيون واسدام قرآن يوم جلل يوم القيامة يمشتاد وقاذي لنسي الأمة يضوع عن ربي يفاقان ذبعنا فريض ربي يفرح الميت رنت والنس ذي مطاون سي الفرح أم بعدين مشتاد الغافلين سي الأمة وقاذي يغفلن في الإسلام يغفلن في الإيمان في القرآن إذا غنفي صلى الله عليه وسلم تجرح تساس في اللسن يتسرو إذا خلظني مطاون للفرح أكو ذي مطاون الحزن وكان يتخدم في تساقي الطبيعة انتيطا ما كنسينا الشاعر الناس يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان إذ غيترون في صلى الله عليه وسلم ذا شو الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أو يوم القيامة يوعرى يثمثل أم كل نبي أدي شاذ في الأمة ينس أما تضوع ما تعصى أما ثمنا ما تكفر أدي وربي الأمة ذنكني يوم القيامة أد نشهد في سائر الأمم خطر أمة شاهدة على الناس أدنيها ترى الأمم ثياب ضوعا الأنبياء نغور ضوعا ترى حفظا في الأمانة في الرسالة نضيعا الأمانة ثقل الأمة الشاهدة على سكن ربي سورة البقرة الآية 140 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أم بعد المشهد الأخير المهيب
أن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد فلان غنكوني هل ترى نضوع هل ترى نحزن هل ترى نعصى فينا غادي يفرح فينا غادي يحزن. أما كسلمي تفسير الآية باختصار أصدعي وذا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثانيا نقطة السناث فضل مدارسة القرآن. أدويون حديث واحد جامع كبير حديث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع خاطر حديث طويل اختار كان شو غير من وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله من جماع المؤمنين ذو خام من سيدي ربي يعني ذي الجماع يتلون كتاب الله هذا قرن ولا ربي ويتدارسونه وثقارا معناه يتعلمون أحكامه ومعانيه المعنى تفسيرينس إلا ذا شو الفايدة ويتدارسونه بينهم إلا الفايدة مزوروث نزلت عليهم السكينة الراحة البال أتصق مثلا ساقي ساعة كل خير الدنيث ولكن وينو مري فكر ربي الراحة البال أذي لي ذي العبد الشاقي يا ربي يكسف النيث مورث داوث المورث إلا ونزيك صحفي يون المقال يون جرنان عنوان يهدر في الانتحار السويسيد إلا ذي السويد الوقت ندي بغرا راسي سلمنا إن عنوان مثير جذاب اسمه أهل الجنة ليسوا سعداء مولى الجنة لهنا نرى هذا رويني ولا التترقل غادي غاجرنان ذا شو لان داخل هذا في قال روان ذي السويد ذي ماريكان الى روان السعان الخير وكل شيء اكني عيان ديغوتين شرهن ايمان نسن الدنيا تسافر كانت يروال نسن انقني ما نسن اما 20 اما 30 اما 40 وسنه وهور الدنيا ما عندهمش مشاكل الدنيا ولكن ينتحرون إذا غاس عاشن ذي الجنة الدنيا ولكن قليما نسن ذا شو ثني خصان أخون دينا شو ثني خصان يروح يوني المزار يونو مغارز مني أم غاري جرف الدنيا فربات الدنيا صغاري الدنيا يولا يستورقت يا كاين هذه الدنيا يولا إذرين من يولا الصحة يولا الدرية يولا الشهرة يولا تصن تمثال الناس يوم غرز مني أهل طرا ونسان الشياقي هذه لي سعيد هذه لي يتهنى هذه الدنيا غام غارني ميجر الدنيا يا سلام أي الناس ونم يفكر بالسكينة ونم يفكر براحة البال أذوني ذلعب السعيد أما ذو الشاقي ما إلا الشين الدنيا وحده ما يكفيش الأموال لا تصنع السعادة وإن كانت جزء مهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر 3 من السعادة منها المال منها يعني المركب الواسع نغى الصالح منها الهانئ نغى البيت الواسع إلى آخر الحديث سيبوس ربي سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الشريفة يميق هجرة بكر الصديق في الغار ما كانت تصران يميدوا سنيا على رب المشركين فدنسي من الغار ينتقسينا بكر الصديق نسي يا رسول الله لو كان يونسيسن هذه ولي رضا نساء دي والي ذا شو سينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تساقوال أبو فكر يا أبا بكر نشوف تساقوال غسق لغذي سين ربي ذوي ثلاثة من كان مع الله كان الله معاه من وجد الله فماذا فقد كما قال صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري وبعدين ربي نزلت السكينة راحت البال حكى ربي الشيء يجي القرآن الكريم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ذا شو النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن الفايثم زواروث نزلت عليهم السكينة الفايث سناف غشيتهم الرحمة سيدي ربي أثني الصر وأثني غوم وسندي حودك صرح مينس وحفتهم الملائكة ذات القضاء ربي أذي جعل الملائكة هذا حضرنت المجلس هذا حضرنت وسد الملائكة الزينت في اللسن وقال يقرأ القرآن الكريم الفايدة ثانقاروث وذكرهم الله في من عنده سيدي ربي أثني يفذر نكون تفرحض مالكين الفلاني يفذر كدس الخير يساوض كدس السلام أتفرحض الحمد لله ميتسو يارا أم كاثيني ضميلا ربي راك يفذر نس الخير وكذا يروج ذي الفايدة ثم قرأت الحديث صحة يسوف غيد الإمام مسلم. طيب ثانقاروث النقطة الأخيرة ثالثا خلاصات
ذي الخلاصة تاقي ثماثن أديني الخلاصة مزواروث ذا شوت. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب. أتصين في الآية مثلا زرم الفزع الأكبر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أكن من الله أن تسقوذ أكن من الله أطونسيو كون يسيد فيو لكن كنت تسقوذ غير ربي قارنك يا أخي لن يمذانا ميسن غاقوذ ربي كنت تسقوذ غير ولا ما يتشار رمضان سنغال فين كيهضو ربي لكن يربوث وقاذ غير شكا قاذ وقي الزوخ الكذب امشي ادفكر لي بروف الادله داينا مزوارو العبد يتساقوا اظن يتهزون تجور يتهزون يتساكن الصوت يسان الصوت العبد يتساقوا ذا يفور يتساقوا ذا اذفل يتساقوا ذا جريس يتساقوا ذا الهواء يتساقوا ذا من ثارقيث كوشمار يرقو ثارير ثارقيث هذيك صباح شيني الحمد لله مثل الكذب ولكن يتساقوا ثارقيث يير ثارقيث يتساقوا الزلزله ها سورتو زلزله ثاني وقت الجلال في ولا مازال كان غد خدم الرابيل غد سميك ثاي الور العبد يتساقوا ذنوك ثقالاقي من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو ذو الجنود مشطاح سيدي ربي امشى دياسي ولكن كنت تساقوا غير ربي ذو الكذب امشى الجودي مشطاح يتساقوا ذي ثم ربي يتساقوا ذرا صافي تساقوا يوم الفزع الاكبر الزلزال غير تراجم ديال اخر يوعر اكثر ولكن لان ثلاثه ربي يسهل الامور غاسة والزلزال الاخر نتسالي عدي لاباس بخير في الامان ذا الهول الحساب ذا غنسالي بخير وعلى خير سي ثلاثه ياكي اين ذا غيانا ديال الدرس بس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله يسهل اوين يغير القرآن الكريم يوذم ربي مخلصا هذا ذي سوق ذا يوين الخير كي تراجون ديال الاخر الحديث الصحة يستفاد الامام الطبراني الفائدة السناف له الخلاصة السناف ضرورة الاعتصام بالقرآن إلى قنطف ذي العروة الوثقى ذو قمرارة سيدي ربي باش ذا مرارون يتزمنارا ذا مرار غنتسجل ذي الطيق ذا مرار راغي السفغ ان شاء الله غلسلاك لأن القرآن يحيي الضمائر الميتة ويوقظ القلوب الضمير القرآن الكريم ذي نتسا راه يفكن ثوذرث راه يفكن الحياة إلى كونسيونس بمثاني الضمير الميت ذي نتسا راه يفكن ثوذرث كذلك يولاوني ذاذن فربي يولاوني يموثن في ثلاثة القرآن عامل نهضة للأمة وأساس حضارتها الأمة سلم ثم تبغى تسعوها زلير الجناس إلى قاتوغا القرآن الكريم ذنتسيذ الساس من الحضارة ينس من التقدم ينس بزاليس باش هذي لي علاي وتسيلي تعلم في سالايث التفرفير الجناس ما إلا ولا الشوث في القرآن الأمة تبعث في القرآن مستحيل يكتب لها التمكين أو النهضة أو الحضارة ستظل دائما متخلفة أخطرك ثقي قانون من قوانين الله سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير الفائدة أن الخلاصة صار معها الأمة باش تصوض المستوى أتلي أمة شاهدة على الناس أماكن السلام قبل حين ظرف شهادة على الناس الأمة الشاهدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآية باش تصوض المستوى كي قصد في القرآن الكريم ما ثبت في القرآن الكريم وسيتسكر ربي القيمة يجي وسيتسكر ربي الشرف أجيها من القرآن باش تشهد على غيرها الخلاصة 5 لا يجوز هجر القرآن آية مثل لن 3 تشتكيني ربي سبحانه 3 أنوك تشتكيني ربي سبحانه 3 يجي أمزوارو المسجد المهجور والسين القرآن المهجور والثلاثة العالم المهجور 3 الجامع يهجرني مذانا يجاني مذانا أما الجامعة قلنا غير الخير ربح ربي الحمد لله إن شاء الله يجعل ربي كل جوامع عمرا نشورناك أما ذي رقزنا ما تسيلاوين الجامع عمرا ما شاء الله ولاش الخوف
ولكن الجوا مع الساقي تشفين غلقان الدين مرتين ذي العيد القرآن العيد مشطوح مرة ذي السمانة لنوياض غلقن سنوات وسنوات سيدي استقلال نغا شحال سنين غلقن الجوا مع كيز دغيث نواظون وزدغنا المؤمنين وكذا تشفين يا ربي سبحانه. اغتنم الفرصة لأوجه رسالة سواء إلى المسؤولين أو إلى إن زداغي مولا تذرين. المسؤول إلا قد فهمنا ولا قد مليح مليح إلا قد عين الأئمة ذيك موكاناكي أخاطر يغار ذا كان ذا خام ربي ظل ديجا في الله ذيكس من بعد يتوهجر ذاك مسؤولية المسؤولين وكذلك مسؤولية مولان إن زداغ تذرين وسقانا راه كانت الدولة البركة الروس من كل إذا غنسعو النيف ونسعو في السنين باش الجامع إلى قد يامر أمزوروا الجامع المسجد المهجور اكشفين ويسين القرآن المهجور ما كدير المقدمة التفضيل يسال القرآن الكريم أثير ديال مال ناخذ طابلو دبور ناخذ خزانة تكوزينت ناخذ خزانة وصالة الشباحة الجامع ثغر أواقي القرآن هجرته طبعا المدينة كما سيض 20 المصاحف ماشي شرط مكولة ساد هذاك فلسن خاطي المهمة تسوق يسعى صلة يسعى العلاقة أكد القرآن الكريم ونضف لها في التلاوة للقرآن الكريم ويسلث العالم المهجور العالم يساعدنا كل حياتيس ذي العلم الشرعي ذي العلوم من بعد تفضي مذانا جانت وحدث هجرت كذلك هو أيضا يشتكي إلى الله. ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه إند أنواع الهجر ماشي ديون كان إفكاد النوع مزوارو هجر سماعه ميكس القرآن كان كيسقسيف أو في غير السلاق تيطرو ثاقي نوع من الهجر. نوع ويسين هجر الإيمان به أطلو يكيني والله مأمو من غاك ومن غارك وقيد غاد هجر القرآن. ويسلاثة هجر تحكيمه يعني أتيت نتمسات مخالف يمذان أديس الشيخ يونا أسيني الشيخ أسيني الشرعي ندك ربنا دك شي نون كي نقبل غرام القرآن الكريم هذا وين خدمناك فقد هجر القرآن الكريم. ويصير ربعة هجر تدبره فقال ربي يسترنا جميعا إذا نجتهدوا إلا قد نجتهدوا كان قال اجتهد الآية والسنظرة سقسي السؤال مفتاح العلم الشيخ يغرد بعض الآيات فيهم غير نسى الشيخ يعني فيك لا ينوت فيهم غير ولو كان لو سونس جلوبال فهم كان شويه ماشي نفهم التفاصيل اجتهد باش يوم القيامه تصعد لاجر ذا مقرن كسن الاحاديث مزوره. ايوا الخلاصه ثنقاروث في 6 عن ابن عباس إنك بينما نحن جلوس نقيم كذا النبي صلى الله عليه وسلم يسد سيد علي كرم الله وجهه إن يا رسول الله والله غير أشتكر شوية أثناء القرآن أتستوغ بعث قد غاث يمكن أكثر ذا شو سينا النبي صلى الله عليه وسلم يبوت حديث مقار غزيف هذا وكان شوية سيس إن شاء الله إن يا سادين الدعاء أتدعو ربي سبحانه يا أبا الحسن دعاء مقر سكين شو سينا أسين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله أسألك بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك المسنة وأن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري. وثنقاروث أتدنا 7 النبي عليه الصلاة والسلام يفكايا غد يون الحديثين كنا كنمان لا إنك من أصابه هم أو حزن أو إنه يزدغوليس الحزن نغلهم خطر الهم يوعر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل دعاء كل صباح كل تمديث قرض اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن خطر قرنك العبد مهموما يضيس غزيف جرب كان مهته الناض يضيسك ما شاء الله ثم ثاني يوض الفجر هناك النساء الهم يتصل الهم التفضل يضيس غزيف زرمي غردين بقى صوت السلام الدعاء يجي خاطر يون والسيد علينا دوغ الغرمات غورس يمقدسين إذا غنى ناس يناسن ذا شو ذا مقراني توالي مثل الدنيف حنا ناس ذا ذرار الناس خاطي ذراري غلفيت وزال سورتو اساكي ذا انتظران او الزال ذرار اللوضة ناس يهيدو الزال ذا مقران او ناس الزال غلفي ثمس تتسر والزال مامان اتسفسين يا خاكا وقال يخدم ديال الفور زران
نانسيه تيمست هو يناس تيمست غلفنت وامان خاطر امان سقسين تيمست نانسيه ذامان ولكن لا لوجيكي بغات نستعلم امشي القلب تيدت نانسيه ذامان اكو اذا مقران دي الدونيث يناس اماني غلفيث نواغو زر كان الغيماني سحابني السجن دياوين امان اديا صواغو غارس من السحاب خاطر يسحب اغو يتساوي الغيم يتساوي السجنه عندك تبر برد غير وامان صافي يضو يزمر سي وامان نانسيه ضاضو اذا مقران وين صاغو غلفيث بنادم يخدمنا فرنوس بنادم يخدمنا خام غسل الله وهو ولكن ثاني تهنى إناسيه بنادم اكو اذا مقران الناس بنادم يغلفيث يوان ذا شوث ذرص يضص أتفضل يوم ذي عوزة 24 ساعة وين يزمر لأن والو 8 سوايع ديجا هكا ايوا و30 ساعة و40 ساعة مياش حد يتزمر تعاوزاض قرنش النوم سلطان يرسل السلطان ادياس يون وقتك يغلب يرنو اتتصب بسيف الله ضغاونا ناسيه مالا فيرساكو اذا مقران إناس لا إلا شو يغلب نيضص ذي الهم الحزن لعب ما يتشور وليس ذي الهموم هذا صفر غير صغاس ومر اتصالا لذلك الحديث النبي من هنا ندرك السر أي غير قردم كل صبح دين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل إلى آخر الدعاء إن النبي صلى الله عليه وسلم ونسى عن الهم الحزن تقوليس أشهديني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم بيت القصيد أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي تفسث بوليو ونور صدري تفث جذمرني وجلاء حزني دوان حزني وذهاب همي ونريكس الهمي النبي صلى الله عليه وسلم وعدد إنك إلا أذهب الله همه وحزنه والسلام عليكم ورحمة الله.